بصي انا فاهماكي، ومش هقول لك الكلام اللي انت هترجعي بعد كده تقولي لي ده كلام تنميه بشريه، والايده في الميه مش زي الايد في النار، وانت لو كنت مكاني كنت عملت حاجات اكتر من كده. لا لا، انا هقول لك الاكتر. لا انا كنت مكانك، لا جربت، لا قعدت ضيعت من عمري حاجات كتير قوي على ما قدرت اوصل للي احنا التفكير اللي انا بفكر فيه دلوقتي، والطريقه اللي انا قدرت اتوصل لها فعلا. ازاي اقدر اتصرف مع الحاجات دي. وكمان مصدقاكي زيك ما كنتش بسمع الكلام في الاول، زيك لما كان حد بيقول لي على حاجه ما كنتش بصدقه ان لازم فعلا آم، ما ركزش معاه. مصدقاكي، اطمني، اطمني قوي كمان، حاسه بيكي ومصدقاكي وعارفه كويس قوي قوي اللي انت حاسه بيه. لاني مش جايه بقول لك انا درست وخدت شهادات معينه في المجال الفلاني وانا الدكتوره الفلانيه وبنصحك وبساعدك. لا، ده انا جايه اقول لك ان انا مش بس درست، انا درست لما جربت، درست لما اتوجعت، درست لما اتحطيت في المشكله ولقيت نفسي جوه حفره كبيره مش عارفه اطلع منها. وكل ما احاول الاقي نفسي مش قادره ومش عارفه، كل ما اطلب مساعده من حد يقول لي استحملي، استحملي. الكلمه دي كانت صعبه قوي، الكلمه دي كانت بتوجعني، كانت بتقطعني. يعني ايه استحمل؟ محدش هيساعدني، طب محدش هياخد بايدي، طيب محدش هيطمني، لا استحملي. لغايه لما جاء عليا وقت نقطه معينه قدرت افهم واقول طيب انا قدامي اختيار من اتنين، يا اما حد يساعدني وهفضل طول عمري اقول حد يساعدني والناس مش شايفاني، محدش شايفني، يا اما مش خسرانه حاجه اشوف نفسي اجرب. لما جربت، لما قريت، لما درست، الموضوع بقى بيتغير واحده ورا التانيه، مره ورا التانيه، يوم مع التاني، شهر في التاني. صدقت، وصدقت قوي. لان لما كنت بجرب وكنت بدخل في مشكله كبيره وامشي بالخطوات اللي ذاكرتها ودرستها وجربتها واخترعتها، ما خلاص بقى عندي قدره ان انا اخترع كمان طريقه، بقى عندي قدره ان انا اقدر بقى اكولكت، اجمع كل اللي كان بيحصل وايه اللي ممكن اتصرف فيه وايه الصح وايه الغلط وايه اللي المفروض يتعمل. اكتشفت ان كان الاول المفروض اصدق جمله او الايه الكريمه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كنت بسمعها وبقول نغير ما بانفسنا، احنا نغير الظروف، لا لا، ما نغيرش الظروف، الظروف هتتغير كده كده، لازم هتتغير، لازم هتتغير، بس هي هتتغير لما نغير هنا جوه جوه جوه. والكلام ده واقعي والله، كلام حقيقي والله، كلام بيتعمل، ما بيتقالش كلام. على فكره انا مؤمنه جدا بالتنميه البشريه بالمناسبه، يعني مش عايزه اقول لكم ايام ده مش كلام تربيه بشريه وكلام ده كلام، لا ده هو كلام التنميه البشريه، ده كلام حقيقي، كلام قوي جدا يعني. الله يرحمه دكتور ابراهيم الفقي كان حاجه ملهمه قوي لناس كتير، وفي كتير قوي منهم، كتير قوي بيعملوا تنميه بشريه وكان بناء على تجارب برضه. بس انا مش عايزه اقول لك ده مش كلام تنميه بشريه، انا عايزه اقول لك ان ده كلام تجارب، تجارب خلت جوايا قوة وقدرة على اني اذاكر واقرا واتعلم على ايد ناس كتيرة هنا وبره، في مصر وبره مصر، عرب واجانب. ولقيت خط ماشي جدا مع اللي كنت بفكر فيه. الخط ده وصلني ازاي اساعد نفسي، وخلى عندي قوة كبيرة، قدرة مش قادرة اوقفها، مش قادرة مهما حد وقفني مش قادرة اوقفها. اني عايزه اساعد الناس، عايزه اخد بايد لدرجه اني حتى ممكن مثلا اقعد اقول يعني لسه مش عارفه، لا والله لازم ما اسيبكيش، لازم هاخدك معايا. حاسه جوايا طاقه كبيره قوي، عايزه ان انا اخلي كل حد، كل واحده بت محطوطه في مشكله، في ازمه، في الم ما ايا كان، تيجي معايا. حاسه ان هو مجتمع كده، كوميونتي كده، احنا متجمعين مع بعض، والمجتمع ده في يوم من الايام هيبقى عدد هايل، ناس كتير، ناس كتير قوي واقفه مع بعض، رافعه الطاقه بتاعت الكره الارضيه كلها، رافعه
الحاله اللي احنا وصلنا لها في الاخر لما بقينا كل واحد فينا فرد لوحده بيدور على مشكلته لوحده، فاكر انه لما يغير الناس اللي قدامه، لما يغير اللي حواليه الدنيا هتتغير. ففضلت كده لغايه لما بقينا كلنا واقعين. فليه لا، يلا نجرب مع بعض، يلا نساعد بعض، يلا كلنا ندخل بنية ان احنا هنرفع طاقة الدنيا كلها، هنخلي العالم كله يتغير مش احنا بس. مش هيحصل الكلام ده الا لو احنا اتغيرنا، لو احنا قدرنا نحط ايدينا على المشكلة فين، لو احنا قدرنا نمشي خطوة بخطوة بالراحة، نحفر بالراحة. مفيش حاجة بتيجي بين يوم وليلة، مفيش طريق بيترصف من غير ما نكون رسمناه وعرفنا فين العقبات وذللناها واحدة واحدة، خليناها بقت حاجات بسيطة. وبعد كل ما نعدي خطوة وكل ما نعدي مرحلة، كل اللي هنعمله زي ما انا عملت، كل اللي هنعمله مع بعض ان احنا بس كل ما نعدي خطوة نبص بس اللفة كده ونبتسم للعقبة اللي عديناها ونقول لها تمام، ونحييها ونشكرها ان هي كانت واقفة في طريقنا وعلمتنا حاجة جديدة. وبعد كده نبص للي قدامها واللي قدامها واللي قدامها، فجأة هتلاقي الطريق اترسم بشكل ما كنتش متخيلاه. لما تطلعي على قمة الجبل فوق وتبصي وراكي، تخيلي معايا اللقطة دي كده، لما تطلعي على قمة الجبل فوق وتبصي وراكي وتلاقي كمية العقبات وكمية المشاكل وكمية ال 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 الحفر اللي كنت واقعة فيها، كل ده قدرت اعمله. انت هتسألي نفسك مش هتبقي مصدقة، هو كل ده انا قدرت اعمله؟ يلا هنثق في بعض وايدينا في ايدين بعض، وهنبدأ ونتقابل بقى ان شاء الله بعد كل كام خطوة كده، نتقابل مع بعض ونحكي النجاح، نحكي نجاحنا في ايه، نحكي فاضل لنا ايه نمشي فيه. كل واحدة فينا تحكي بقى حفرت طريقها ازاي، زرعت ازاي، نظفت اللي كان واجهها ازاي، علاقتها بالناس اللي كانت فاكره ان هم اللي اذينها، وكانت فاكره ان هم العقبه في طريقتها، العلاقه دي بقت ايه؟ يلا بينا، لو مصدقاني كملي معايا.